صباح الخير. عايزه اتكلم عن الكارير والشغل والوظيفه، كلام مهم جدا. كملوا الفيديو للاخر، يلا بينا. بصوا، انا مش هدخل بكلام كليشيه واقول لكم ان الوظيفه مهمه جدا والزمن ده صعب جدا ومحتاجين نشتغل ولازم البنت يبقى معاها فلوس في ايديها وكل الكلام اللي انتوا عارفينه ده. انا هدخل على طول في الموضوع. انت لو بنت بتدرسي، اولويتك في الحياه ان انت تدرسي وتتعلمي كويس، وان انت تجيبي مجموع كويس يأهلك ان انت تدخلي كليه، مش هقول كليه قمه او كليه عمليه او الكلام ده، بس تدخلي كليه كويسه تبقي ضامنه ان انت ان شاء الله هتتخرجي منها هتلاقي وظيفه. لو انت لسه طالبه صغنطوطه بتتفرجي عليا وبتدرسي لسه، سواء بقى في ثانوي، في اعدادي، حتى في ايا كان، لازم تبقي حاطه هدفك الاول والاوحد هو دراستك. تذاكري كويس جدا، تتفوقي على قد ما تقدري، تجيبي اخرك زي ما بيقولوا، وان شاء الله في الثانويه العامه تحاولي تجيبي مجموع كويس يأهلك ان انت تدخلي كليه ليها وظيفه، ليها تكليف بمعنى اصح، او حتى لو ملهاش تكليف بس مسارها الوظيفي معروف. وهقول لك ليه في الاخر. لو انت اوريدي خريجه او اوريدي موظفه وبتشتغلي فحلو جدا جدا جدا. تعالي بقى اسمعي اللي انا هقول لك عليه. وظيفتك دي مهما كانت روتينيه، ممله، مقرفه، مش طايقاها، مش حباها، امسكي فيها بايديكي واسنانك. ليه؟ لان احنا عشان نحقق النجاح الوظيفي وعشان تبقي ناجحه ويبقى عندك، ولو بتفكري حتى تبداي بزنس او تسيبي الشغل خالص وتبداي شغلك الخاص بيكي، مش هتعرفي تعملي كده ولا توصلي لكده الا من خلال الوظيفه. ليه برضو؟ لان الوظيفه هي الحاجه، الوسيله المضمونه، الثابته، المستقره، اللي بتجيب لك دخل في اسرع وقت. انت لو فتحتي مشروع مش هتكسبي منه مش قبل 6 شهور، يعني ولو 6 شهور تبقى انت شاطره جدا. لو دخلتي عملتي اي حاجه في الحياه هتحتاجي وقت عقبال ما تجيب لك فلوس، عقبال ما تستثمري، عقبال ما تكسبي من الحاجه دي او من المشروع ده، فهتاخدي وقت. لكن المرتب بينزلك كل شهر، بتروحي وظيفتك الثابته المعروفه خلاص وبيجيلك مرتب في الشهر. دي امن واكتر طريقه مضمونه واسرع طريقه تجيب لك فلوس، حتى لو فلوس مش كتير، وحتى لو شغلانه مش احسن حاجه بالنسبه لك. هي مش امتع طريقه بس هي امن طريقه، فخليكي امسكي فيها بايديكي واسنانك لو انت موظفه. كمان مش عايزه وظيفه بالنسبه لك روتين ممل، بتروحي تقعدي على المكتب تخلصي الورق والشغل وخلاص وتروحي. عايزاكي تستفيدي من الوظيفه دي باكبر قدر ممكن، يعني على قد ما تقدري تستفيدي منها بكل الطرق. تعملي علاقات، تتعلمي كل تفصيله كبيره وصغيره عن الشغل وعن طبيعه الشغل، تعرفي ما وراء الشغل. يعني ممكن تبقى انت وظيفتك سطحيه جدا، مثلا سكرتيره او ايا كان او اي حاجه، تعرفي الشغل نفسه اللي انت بتساعدي فيه ده بيدار ازاي، بيشتغل ازاي، طب الرئيس بتاعي، رئيسك بيعمل ايه، بيكلم مين، بيتواصل ازاي، بيجيب الموارد منين، بيودي فين، بيبيع لمين، كل الكلام ده، كل التفاصيل دي تحاولي تعرفيها، تحاولي تستفيدي منها قدر الامكان جدا. بصي، مفيش فتفوته كده تعدي منك في الشغلانه غير وانت عارفاها. الموضوع ده هيفيدك برضو فيما بعد، هيفيدك طبعا على مستوى الخبره. انت هتبقى عندك خبره في الشغلانه دي تحديدا، فحتى لو انت مثلا مش عاجبك المكان، مش عاجبك الوظيفه في الشركه دي، تقدري تسيبيها وتروحي بكل بساطه شركه تانية وانت عندك سي في قوي وعندك نوليدج وعندك خبره ومعرفه تاهلك كده من الانترفيو ان اللي قدامك يفهمك، خلاص تشتغلي على طول في الشغلانه اللي انت عايزاها او في الشركه اللي انت عايزاها. كمان دي حاجه تاهلك ان انت يبقى عندك خبره في حياتك الشخصيه، خصوصا لو كونتي علاقات كويسه، ان انت تطلعي من الشغل ده لو انت عايزه تسيبيه اصلا خالص وتبتدي مشروعك بقى وتبتدي شغلانتك انت الخاصه. هيبقى عندك علاقاتك، هيبقى عندك خبره في التعامل مع الناس، خبره في قرايه الناس، مش هيبقى سهل يضحك عليكي، هتبقى استفدتي بكل المقاييس، هتبقى استفدتي. فالشغلانه او الوظيفه اللي انت فيها سواء حكوميه او خاصه او ايا كان، استفيدي منها جدا جدا جدا، ماديا وخبراتيا، يعني على مستوى الخبره الشخصيه بتاعتك. تالت حاجه، احنا كل كلامنا دلوقتي على ان احنا مش عايزين، احنا ناس ناجحين ناس ناجحه وطموحه وعايزه تحقق حاجه وعايزه تفتحي مشروعك الخاص ومش عايزه تقتصري على الوظيفه. فلازم لازم مرتبك ايا كان لو كان مبلغ بسيط لازم تاخدي منه جزء تستثمري. دي الحاجه اللي هتكبر لك فلوسك وهتكبر لك مرتبك لحد ما يكبر ويبقى تكوني راس مال كافي انك تقدري تستقلي بنفسك بقى وتسيبي الشغل وتبتدي مشروعك الخاص. تمام؟
هتستثمري في ايه بقى؟ طبعا في الطرق التقليديه المعروفه زي العقارات، زي الذهب، زي ان انت تحطيهم شهادات في البنك. الكلام ده دلوقتي ما بقاش بياكل عيش طبعا، مش كله يعني. اولا انت لو مرتبك صغير مش هتعرفي تحطي فلوسك في عقار، مش هتعرفي تشتري شقه او ايا كان. لو انت حاليا ان انت تحطي فلوسك شهادات في البنك، الموضوع غير مجدي تماما، لان كل يوم قيمه الجنيه بتقل، كل يوم بتنحدر اكتر. ففكره ان انت تحطي فلوسك شهادات في البنك حاليا مش احسن حاجه. فالحل اللي قدامك ممكن بدايه تستثمري في الذهب. انا مش خبيره اقتصاديه يعني، بس ده من واقع بس السيرش البسيط اللي انا عملته الفتره اللي فاتت. لازم جزء من فلوسك وجزء من المرتب ده تستثمريه باي طريقه كانت. تمام، دي الطرق التقليديه اللي انا بكلمك عليها. في بقى طرق تانية هي برضو بقت معروفه مؤخرا في الوطن العربي، بس دي محتاجه منك مجهود، ومحتاجه منك دراسه، ومحتاجه منك ان انت تعرفي تلمي بكل التفاصيل المجال، علشان المجال ده هيبقى انت اول مره تدخليه واول مره تتعاملي فيه اصلا، ومش هتلاقي ناس كتيره جربته. في ناس كتيره بدات تشتغل فيها وناس كتيره جدا الموضوع مش معاها. اول حاجه هي مثلا حاجه زي الدروب شيبينج، حاجه زي الاف بي اي، الامازون اف بي اي، حاجه زي الافلييت ماركتنج، البورصه والاسهم، سوق العملات، الكريبتو، كذا حاجات كتيره موجوده حاليا تقدري تستثمري فيها. هو بمعنى اصح هو مش هتستثمري، هو انت هتستثمري في مشروع. يعني الحاجات دي تعتبر مشروع خاص ليكي، بس كلها حاجات اونلاين تقدري تعمليها من النت عادي. وتحطي جزء من فلوسك تبتدي بيه مشروع جنب شغلك وجنب وظيفتك، من غير ما تروحي تكوني راس مال كبير وتروحي تشتري مثلا بضاعه وتعملي براند مثلا او تبيعيها او ايا كان. الحاجات دي هتوفر عليكي كتير. انت بس كل اللي انت محتاجاه دراسه كويسه جدا للحاجات دي. فامسكي شوفي بقى، سرشي. انا اديت لك الافكار واديت لك رؤوس الاقلام. ادخلي سرشي سيرش عن كل حاجه من الحاجات اللي انا قلتها لك دي: دروب شيبينج، الافلييت ماركتنج، الامازون اف بي اي، اسواق العملات والتداول عموما والبورصه. كل الحاجات دي ناس كتيره جدا احترفتها وبتكسب منها ذهب حرفيا. بس زي ما اتفقنا ان اي موضوع من الحاجات دي حابه تدخليه لازم تدرسيه كويس جدا جدا، لانه مش من اول مره هيمشي معاكي. خلينا صراحه، وهتفشلي وهتخسري شويه فلوس. ففي البدايه لازم تفهمي كل التفاصيل عن المجال اللي انت داخلاه ده. تاني حاجه لازم برضو لما تيجي تبتدي بمبلغ مش كبير، مبلغ بسيط، انت بس بتجربي. واعملي حسابك ان انت تخسري عشان بص انا جايه لكم من المستقبل. اعملي حسابكم ان انتوا هتخسروه. المبلغ البسيط ده انتوا هتضحوا بيه في مقابل ان انتوا تاخدوا خبره. فطالما في مقابل وهتتعلموا حاجه وهتجربوا حاجه، فما فيش مشكله ان احنا نخسر شويه فلوس صغيره. اعتبري يا ستي ان انت دفعتيهم في كورس اتعلمتي بيه حاجه. وطبعا الكورسات انا ارشحها جدا ليكم ان انتوا تدخلوا تشوفوا حد مختص في المجال وسمعته كويسه وبيقدم معلومات قيمه بجد، وتدخلوا تاخدوا كورس فيه. مثلا يعني حاجه زي التداول، اعتقد من وجهه نظري، انا مجربتوش بصراحه لحد الان، بس ان شاء الله في الخطه الجايه يعني. بس انا مش هدخله بدون ما اخد كورس فيه، بدون ما افهم من حد فاهم، يعني من حد خبير في الموضوع يفهمني الليله فيها ايه. لكن مش هدخل اجازف بفلوس وانا مش فاهمه حاجه في المجال ده. احنا اتكلمنا ان انت تطوري نفسك في شغلانتك دي وفي مجالك الحالي، تعرفي كل حاجه في مجالك عموما وفي شغلانتك خصوصا. دي حاجه الاساس اللي هتخليكي تترقي مثلا في وظيفتك، او توصلي لبوزيشن اعلى، او تشتغلي في شركه احسن علشان تاخدي مرتب اعلى. وثم تاخدي من المرتب ده جزء زي ما قلنا تستثمريه، مش تحوشيه، تستثمريه. لان ان انت تحوشي وتشيلي في البنك دلوقتي زي ما قلنا لا، مش احسن حاجه. لازم تستثمريه، تحطيه في حاجه تزود لك الفلوس. تمام. واتكلمنا عن الحاجات اللي انت ممكن تستثمري فيها فلوسك، وممكن تبداي فيها بجزء بسيط مش كبير. اللي عايزه اقوله بعد كده ان انت لازم تجربي. يعني انت مثلا ممكن تجربي تبداي دروب شيبينج، تمام، تمشي فيه، لقيتي نفسك لا مش لاقيه نفسك فيه، او ما نجحش معاكي الموضوع. طبعا مش من اول محاوله هتقولي خلاص، يعني انت لا، ممكن تبقي في الاول عملتي اخطاء، هتحاولي مره اتنين تلاته، تحاولي تفهمي تيجي لها من هنا ما مشيتش معاكي، تجربي حاجه تانية. مش عاجبك اصلا موضوع الحاجات التداول او الدروب شيبينج او الحاجات اللي زي كده، وعايزه مثلا تبداي مشروعك على ارض الواقع، جربي ده طبعا بعد ما تكوني راس مال كافي وتدرسي برده الموضوع دراسه كافيه. اللي انا عايزه اقوله ان انت لازم تجربي كذا حاجه، ولازم تشوفي كذا مجال، ولازم برضو تمارسي هواياتك، لان انت من ممارستك لهواياتك هتكتشفي ان انت بتحبي الحاجه الفلانيه دي. فلما تحبي الحاجه دي يبقى سهل ان انت تعملي فيها بيزنس، او تبداي فيها مشروع، او تستخدميها وتطوعيها وتخليها وسيله ان انت تستفيدي منها، تبداي مشروعك، او يعني تعملي حاجه تجيب لك فلوس من حاجه انت بتحبيها. طبعا دي احسن حاجه في الدنيا، ان انت حاجه بتحبيها وتشتغلي فيها وتبقى هي دي مصدر رزقك. فدي احسن حاجه في الحياه. فانت مش هتوصلي ده غير لما تجربي 1 2 3 وتشوفي شغلانه و2 وتشوفي مجال و2 مجال كمان، مش شغلانه في نفس المجال، لا،
مجالات مختلفه، وادخلي اقري وجربي الحاجات الاونلاين وجربي الحاجات الاوفلاين، وتعاملي مع الناس زي ما قلت لك، وكوني علاقات. الحاجات دي كلها هتفتح مداركك، هتخلي عندك وجهه نظر ورؤيه واسعه، وهتخليكي عارفه نفسك وعارفه انت حابه ايه، علشان في المستقبل باذن الله خلاص تنشني. انا مثلا بحب الفاشن، فانا هدخل في مجال الخياطه، وان انا اعمل براند ملابس مثلا ايا كان. او مثلا بحب الانتيريور ديزاين، ممكن تبقي انت اصلا مش خريجه هندسه ولا عندك اي خلفيه اكاديميه عن الموضوع، بس انت حابه ده، تقدري تاسسي شركه تعمل كده عادي جدا يعني، وانت مش مهندسه اصلا. الموضوع كله about الباشون والشغف، واباوت يور نوليدج في الموضوع، about السيرش بتاعك، يعني عن السيرش بتاعك والبحث ومعلوماتك وثقافتك في الموضوع، وعلاقاتك طبعا. فاللي انا عايزه اقوله عادي جدا، ممكن من موظفه بسيطه تبقي رائده اعمال، وتبقي بيزنس وومن قد الدنيا، ويبقى عندك مشروعك، وتبقي بتعملي الحاجه اللي انت بتحبيها. وممكن ببساطه جدا لو عرفتي بس الاول شغفك فين، تعرفي تاخديه وتطوعيه ان انت تحوليه زي ما قلنا لبزنس. هو الموضوع بس مرحله الوظيفه، وبعد كده مرحله الاستثمار البسيط، بعد كده استثمارك يكبر، بعد كده راس مال كبير، بعد كده تبتدي بقى حاجه اكتوال فعليه على ارض الواقع، او حتى ممكن اونلاين برضه مفيش مشاكل. فكيب جوينج، كلنا نقدر باذن الله، كلنا هنوصل باذن الله. بس كده، باي باي، اشوفكم الفيديو الجاي.